شايفين يا جماعه ما شاء الله كل الزحمه دي، كل الناس دي قاعده منتظره عشان تاكل اكل فلاحي مصري على اصوله. وطبعا انتوا كده عرفتوا ان انا بتكلم عن مطعم حجوجه اللي حرفيا قلب الدنيا في مصر. بقول لكم يا جماعه بصراحه هو يستاهل الضجه دي. انا دخلت المطبخ بنفسي وشفت هو قد ايه بيخدم الاكل وبيديله حق. يعني بتاكلوا اكل مخدوم حلو بالسمنه البلدي كانكم بتاكلوه في البيت، وفي نفس الوقت ما بتدفعوش كتير قوي. مطعم حجوجه يا جماعه متخصص في الاكل الشرقي، يعني لو عايزين تاكلوا اكله شرقيه حلوه لازم تروحوا مطعم حجوجه. سجق بقى، ورقه لحمه وبط وحمام، ومن وجهه نظري هو عنده كام طبق كده مميز فيهم صعب جدا تلاقوهم عند اي مطعم بيعملهم حلو كده. يعني مثلا عليه طاجن ورق عنب بالكوارع، حرفيا يا جماعه من احلى الطواجن اللي ممكن تاكلوها. ولا ورقه اللحمه في العيش البلدي خطيره. وعجبني جدا الحمام المحشي رز، مع اني انا مش سهل ان انا يعجبني حمام في اي مطعم. كمان عجبتني الملوخيه جدا. وخليني بقى اقول لكم على احلى رز معمر هتاكلوه في حياتكم، متغرق في القشطه والسمنه البلدي واللبن الجاموسي الفريش وشوربه البهاريز. وده طبق مميز جدا في حجوجه. طاجن الترويقه بالبصل ده يا جماعه ابهرني من جماله، يعني انا ما كنتش متخيله انه هيبقى خطير كده. اللحمه كانت دايبه كده مع البطاطس والعيش البلدي، يا لهوي على الحلاوه، كانت مش طبيعيه. حقيقي انبسطنا جدا في الاكل في مطعم حجوجه، يستاهل الضجه والزحمه اللي معموله عليه. انتوا كمان لازم تجربوه عشان اللي مجربش مطعم حجوجه فايته كتير جدا.